السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي في كل مكان وفي كل الوطن العربي الحبيب. أنا جاي النهاردة بمشيئة الرحمن أوريكم إزاي هنزرع الشعير ده. استنبات الشعير استنبتوه وأكلوا منه لمغزى المواشي زي المعيز، الغنم، الطيور، الأرانب. أولا أنا عندي فائدة كبيرة جوه من الشعير ده. الشعير ده أنا أول ما بنستنبته الكيلو يعني بيوصل لي ممكن من 4 ل 5 كيلو. بيديني استنبات شعير الجزء الخضري بعد 7 ايام بيبقى له كده. هفرجكم عليه، هننزله كله مع بعض باذن الله الفيديو مع بعضه. وبيديكم الجزء اللي هو تحت اللي بيبقى فيه القشره ده اسمه علف شبع اللي في القشره. وبعد كده بيتبقى لسه في الجنين شويه ومنه جزء ايه اللي هو الجذور بتاعته. يبقى عندي 3 اجزاء كده، جزء خضري اللي هو فوق الاوراق، وجزء علف اللي هو القشور، والجزء تحت اللي هي الجذور البيضاء دي. فخليكم معايا وانا اهوت ببل الشعير ده. هننزله في الميه كده، هنبله لمده ساعه، وبعد كده هنجيبه وهنفرده في اللوح اللي انتم شايفينه دوت. وبعد 7 ايام بمشيئه الرحمن هنتفرج عليه واحنا بناكلوه للارانب عندنا او للطيور. فاحنا هنقول له اهوت زي ما انتم شايفين كده كويس اهوت اهو، وهنسيبه لمده ساعه وبعدين نيجي نفردوه نفس الحوض اللي شايفينه ده. طبعا ده بعد ما بليناه ده الشكل النهائي. بعد ساعه ما بليناه هنبتدي نفرشه في الحوض اللي شايفينه ده بالطريقه دي. هنفرشه يدوبك حبايه فوق حبايه كده، يعني على ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعير ده هو اللي السائد. ما كانش فيش حاجه اسمها جمح، ما كانش ظاهر الجمح، كان الشعير بس. فهو ده الشعير اللي احنا كانوا بياكلوا منه الاول، وده صحي اولا. ثانيا احنا اللي عنده حسوه ولا حاجه بياخد الشعير ده بيغليه ويسيبه يبط في الميه بتاعته بتاعت الغليان ويشرب منه، بينزل الحساوي على كده. لكن احنا دلوقتي يعني الحمد لله في نعمه كبيره والناس مش حاسه بيها. ربنا كرمنا من جميع الانعام، جمح وغير جمح، ودقيق علامه وغير علامه، وفرز اول وفرز ثاني وفرز ثالث. يزود على الحوض ده ميه كده زي ما انتم شايفين اهو. الميه دي هنسيبها معاه كمان ساعه، وبعد الساعه دي يبقى ساعه بل لوحده وساعه زي ما انتم شايفين اهو الميه طب عليه. النهارده ان شاء الله بمشيئه الرحمن ليله رمضان سنه 2026. كل عام وانتم بخير. طبعا السعوديه عندها صيام النهارده والاردن وبعض الدول العربيه. احنا في مصر عندنا رمضان في يوم الخميس ان شاء الله بمشيئه الرحمن اللي هو بكره ان شاء الله. فده احنا زارعينه هو يوم الاربع قبل رمضان بيوم، ليله رمضان بمعنى صح. العصر لازم بتاع ساعه. في نفس الميعاد ده هنصوره لكم يوم الخميس بمشيئه الرحمن الجاي او الاربع الجاي، هو 7 ايام بالظبط. هتشوفوا الشعير ده ارتفاعه كده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبايبي في كل مكان وفي كل الوطن العربي حبيبي. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده 11 رمضان. طبعا الشعير اللي شايفينه ده كنت انا جاي لكم عاملينه يوم اربع او يوم الخميس، جاي لكم في اول الفيديو. يعني المفروض يقعد 7 ايام، بس انا العصفر بهدلني شويه انشغلت عنه شويه. هذه الارضيه بتاعته زي ما انتم شايفين اهي، دي ارضيه الشعير وادي الشعير. المفروض يكون كان اكبر من كده كمان، والمفروض ما يقعدش اكتر من 7 ايام. هو يروح قاعد 11 يوم خلاص. فانا اهو زي ما انتم شايفينه اهو، دي الارضيه بتاعته، دي الجذور. طبعا لو عندك مواشي كبيره، بقر، بهايم، بتعمل حاجات من ديت كتير، كميات كبيره، بتضر لبن كتير. الحاجات اللي هي ايه اللي هي بتحلب، والحاجات اللي هي فيها تسمين بتبطل دوقتها الجزء الخضري اللي انتم شايفينه ده، وطوقتها برضو اللي هو الجزء الجدري ده. وبعد كده زي ما انتم شايفين جرب كده يا باشمهندس زاد معايا، زي ما انتم شايفين الحبايات اهيت اللي هي بمعنى صح لسه فيها جزء من النعمه بتاعت الحبايه. فطبعا دي بتدي غذاء نظام علق. فانا دلوقتي هسيبها كده وهقطع منها دلوقتي الحتتين دول شايفين اهم، وهنوريكم الارانب وهي بتاكلها. تعالى كده معايا يا باشمهندس زياد، ما توقفش الفيديو، مش هنتاخر يعني عليكم. تعالى كده. زي ما انتم شايفين كده، معلش الجو بارد النهارده. ادي الارنب قدامكم اهي،
نحط لها كده زي ما انتم شايفين الرن بتاكل اهي، شايفين كده؟ جرب كده يا باشمهندس زياد. اه يعني انا لو دخلت ايدي كده وحطيت لهم كده اهي زي ما انتم شايفين اهو، يبقى انا هوفر علف. خلاص كده. طبعا هو عليه بس ميه مطرح الندى زي ما انتم شايفين. جربت كده يا باشمهندس زياد كويس؟ ايوه خليهم يشوفوا وياكلوا كده. وحبايبي زي ما قلت لكم انا اديكم شايفين اهوت الشعير، ادينا بتكلم منه الارانب، ولو في عندنا معز ولا حاجه كنا هنحط لها. وزي ما انتم شايفين ادي الجذور بتاعته يدوب نقل بالله زي ما قلت لك في اول الفيديو، ونحطها زي ما انت شايفين كده نصها. هي هتكبر عن كده على فكره، كل يوم بقى هتكبر الضعف. بس انا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده. النهارده 11 رمضان، كل عام وحضراتكم بخير، وربنا يستر مع بلدنا مصر ويحميها يا رب العالمين، وكل البلاد العربيه اللهم امين يا رب العالمين، ويفك الغمه عن الامه بحالها يا رب العالمين. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.